الأرض بدأوا اللقاء مهاجمين وكانوا أفضل من ضيوفهم. هدوء مورينيو لم يستمر أكثر من 10 دقائق، فسرعان ما عاد إلى طبيعته وبدأ يمارس مهامه. مايوركا ربما كان يطمح إلى التعادل فقط قبل انطلاق المباراة، لكنه وفي خضم المواجهة استمد قوته من ضعف خصمه الذي قدم واحدا من أسوأ أشواطه هذا الموسم، إذا لم يكن أسوأها على الإطلاق. أبناء جزر المليار وضعوا الريال في الزاوية الضيقة عندما تقدموا بالهدف الأول الذي سجله تومير هيمد في الدقيقة 39. عودة البلانكو إلى المباراة بدأت مع نهاية الشوط الأول، حيث رد القائم كرة سيرخيو راموس حارما إياه من معادلة النتيجة. في الشوط الثاني لم يترك مورينيو لاعبا له علاقة بخط الهجوم لم يزج به في أرض الملعب، هيغوايين، كاكا وكوينتراو. وعندما غابت الحلول الجماعية بدأت الحلول الفردية، فكاد كاكا يتوج صبر أبناء العاصمة بهدف كان ليكون رائعا، لكن حارس المرمى تكفل برد الكرة. وبعد مخاض عسير جاءت الأخبار السعيدة، بينية من مهندس العمليات مسعود أوزيل وضعت هيغوايين أمام المرمى الذي هزه، معلنا عن هدف التعادل في الدقيقة 72. ومن هناك بدأ ريال مدريد مباراته الخاصة. كريستيانو رونالدو الذي بات يثير حفيظة الكثيرين من جماهير البلانكو في الفترة الأخيرة كاد يهدي هذه الجماهير واحدا من أجمل أهداف الليغا لو اكتملت هذه الكرة. ومع الضغط الكبير تنفست مدريد الصعداء عندما منحها خوسيه كايخون هدف الفوز قبل 5 دقائق من النهاية، معاقبا مايوركا على كل دقيقة أضاعها متعمدا عندما كان متقدما.